وده كان شكل الطبق بتاعي الكبده الاسكندراني. لو عجبك الطبق وشكله تابعي الفيديو وشوفي عشان تعرفي ان انا عملته ازاي. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده حابه اعمل معاكم الكبده الاسكندراني. طبعا الكبده بتتعمل بطرق كتير، بس اشهرها الاسكندراني، وعادي طبعا ممكن نعملها في القاهره عادي، بتطلع جميله جدا. وطبعا هتطلع من ايديكي احلى. عشان نعرف السر بتاع المحلات بره بتعملها، والاولاد كلهم بيحبوها في السندوتشات بره، وبتبقى ريحتها وطعمها مفحفح طبعا وجميله. هو طبعا انا معايا نص كيلو كبده بلدي. طبعا ما بنبقاش حابين نجيبها من بره، رغم ان هي بتبقى طعمها حلو عشان بتبقى مستورده. فالنهارده معانا نص بلدي. المعتاد ان الجزار مش بيقطعها عصافيري كده. طب لما اخدها من الجزار متقطعه شرايح عادي، اعمل فيها ايه؟ احطها شويه في الفريزر وارجع اقطعها طرنشات رفيعه، وبعد كده اقطعها ايه بالعرض رفيع جدا، هتطلع معايا عصافيري زي ما حضرتك شايفه كده اهو. كده بصي اهي، بصي رفيعه ازاي. ليه طلعت رفيعه كده؟ وانا اتحكمت في تقطيعها وعرفت اقطعها رفيع، عشان انا تلجتها شويه او كانت بايته في الفريزر، فعرفت اقطعها كويس. تمام، مفيش مشكله في ده. معايا قطعه من اللية بحجم الليمونه صغيره زي ما حضرتك شايفه، هي دي اللي بتدي طعم حلو جدا للكبده. طب لو اولادي مثلا مش بيحبوها، او المشكله في مشكله في الموضوع ده، بنبدلها بمعلقتين او معلقه سمنه بلدي، مفيش مشكله في ده. معايا معلقه كبيره توم مفروم، لازم يبقى ناعم عشان يبقى عامل تيست حلو، وفي نفس الوقت ما يبقاش بيقرش تحت، يعني ما نحسش بيه طعمه. بس معايا عصير ليمون ومعايا خل عشان خاطر اغسل الكبده بيه. طبعا الكبده ما بتتغسلش بميه، تمام. بحطها في طبق واحط عليها عصير ليمونتين حسب الكميه بقى، ده نص كيلو، 10 ليمونتين اهو كبار هحطهم عليها، ومعلقه من الخل قيمه 5 دقايق كده، وبعدين اروح حطها في المصفى تتصفى. وهو ده كده الغسيل بتاع الكبده. معايا ايه التوابل بتاعتي النهارده؟ معايا معلقه كبيره كزبره ناعمه، معايا معلقه صغيره ملح او نص معلقه حسب طبعا الحق بتاع حضرتك، كمون، فلفل اسود. طبعا الفلفل الحار ده اساسي في الكبده الاسكندراني. طب لو انا مش بحب السبايسي وولادي مش بيحبوه والحراق، ببدله بالفلفل الالوان، وبرده بحط ايه ربع قرن او قرن فلفل واحد حراق، بيدي تيست حلو جدا وبيدي طعم جميل. طيب عشان ما اطولش عليكي، نروح بقى على النار نشوف هنعمل ايه وازاي نعرف نسويها زي بتاعه المحلات. هنعمل ايه؟ حطينا معلقه الزيت، وهننزل بالمعلقه بتاعه اللية. بص حضرتك اهي بتلف اهي، هسيبها تسيح خالص، بحيث ان ايه ما تبقاش باينه خالص، تحسي بطعم بس. عشان ايه؟ تديني النكهه والطعم الجميل بتاع السوق، اللي العيال اصلا الاولاد كلهم مش عارفين جاي منين، هو بيعمل بالليه بتاع السوق. تمام، هسيبه بقى ايه تستوي وتختفي خالص عشان تدي النكهه مع الزيت او السمن اللي انا حطيته. ووريكي هنعمل ايه. انا حابه ايه ان انت تشوفيها على الطبيعه كلها، هي قربت اهي زي ما حضرتك شايفه، لونها هيتغير وتختفي تماما، وانا مقطعاها اصلا اصغر من الكبده نفسها. تمام، خلاص كده. هعمل ايه بقى؟ اروح نازله بالكبده بتاعتي. بصي حضرتك اهي سامعه، لازم تاخد صدمه اهو، ومش بقلبها، بعمل كده. بصي بعمل كده عشان ما تنزلش ميه معايا، بحاول افرد كده فيها، مش بقلب، بفرد كده. عشان ايه؟ وبقى النار عاليه عشان ما تنزلش معايا ميه. تمام، الطاسه طبعا سخنه جدا. الكبده طبعا نظامها ان هي ما بتاخدش وقت في السوى، لذلك ايه بمجرد ما تغير لونها بس اهو. بصي حضرتك بقلبها على الناحيه الثانيه عشان بس تغير لونها. لكن هي مش مستحب ان هي ايه كل ما قعدت على النار مش هتديكي نتيجه كويسه، لكن هي 10 دقايق او اقل كمان وتبصي تلاقيها ايه بمجرد ما تغير لونها، معناته ان الكبده بتاعتك استوت.
بعمل ايه تاني بعديها؟ اول ما تغير لونها هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. بعد ما اديتها الصدمه بتاعتها لونها غير زي ما حضرتك شايفه. بصي ده كله الصوص بتاعها، يعني المكان اللي هي او السمنه او الدهن بنزل بالثومه. تمام. وبعدين الكزبره الناشفه بتاعتي اهي اهو. التوابل عموما اهي، فلفل وكمون. تمام اهو. الملح بخليه في الاخر اهو. ده بس ايه، لما الريحه تحفه جميله جدا. طبعا الطشه دي هي اللي بتخلي ريحه الكبده في منتهى الجمال. طبعا انا جبتها على جنب اهي، والكبده بتاعتي ايه الناحيه التانيه زي ما حضرتك شايفه، عشان ايه احمر التومه تدي ريحه طبعا جميله. مجرد ما اقلبها تقلبتين بنزل بالفلفل بتاعي اهو عليها اهو. ما بتاخدش كلها 10 دقايق اهو، بقلبها زي ما انت شايفه كده اهو اهو. بصي مفيش نقطه ميه في الطاسه اهو. شايفه حضرتك شكلها وريحتها في منتهى الجمال اهو. كزبره مع الثوم بيخلوا ريحتها في منتهى الجمال. خلاص كده هنعتبر ان الكبده بتاعتي خلصت. انا هحضر بيها نقطه خل اهو كده مع نقطه ليمون بيدي طعم جميل جدا، وما تحسيش باي زفره فيها اهو. وكده الطبق بتاعي خلاص جاهز وهحطه خالص. الملح كده اطفي بقى اهو. احط الملح بتاعي اهي بس خلاص كده الطبق ظبط وبقى شكله جميل قوي ان شاء الله هيعجبك. طبعا مش قادره اوصف لك الريحه والطعم هيبقى خطير جدا. بصي سندوتشات بقى، غموس، عيش بلدي مفقع، كله ماشي. حابه تعملي حضرتك جنبيها بطاطس محمره الدنيا تبقى حلوه. بس اهم حاجه الطبق الرئيسي ده كبده الاسكندراني. اتمنى ان هو يعجبك. كانت معاكي الشيف صفاء مجاهد من صفحه طبقنا، وهنشوف هنقدمه ازاي. ده الطبق بتاعي اهو في الاخر. كانت معاكي الشيف صفاء مجاهد من صفحه طبقنا. اتمنى تتواصلي معايا عشان يوصلك مني كل جديد. ان شاء الله هيعجبك وولادك هيحبوه جدا. سندوتشات وموس زي ما حضرتك عايزه، جنبيه بطاطس محمره، اي حاجه. عموما هو طبق طبعا الكبده الاسكندراني غني عن التعريف. اتمنى الطبق يعجبك وتتواصلي معايا.